في زمن مش بعيد للعمارة كان في معماري قال Space is a break of art. كان دايما بيستوحي تصميماته بشكل أساسي من الطبيعة اللي موجودة حواليه. سنة 1869 اتولد واحد من أشهر معماريين القرن العشرين. من صغره كان عنده شغف في المجال المعماري، عشان كده حاول انه يكون مجال دراسته. لكن للأسف الجامعة الموجودة في الولاية اللي كان عايش فيها ما كانش فيها قسم معماري، ولأن ظروف أسرته المادية وقتها ما كانتش تسمح له انه يدرس في جامعة أبعد، اضطر انه يدرس الهندسة التقنية. لكن الوضع ده مستمرش كتير لأنه ما كانش مستمتع بدراسته، وقدر يلاقي وظيفة في واحدة من أكبر شركات البناء وقتها. وفي أول 7 سنين قضاهم في الشركة دي بين موهبته في الهندسة والتجديد، فقدر يكون ليه مكتب خاص بيه، واتشهر بأنه اتمرد على أسلوب العمارة الكلاسيكية. كان بيميل دايما للتجديد المعتمد على الخطوط الأفقية والفتحات الكبيرة. سنة 1909 صمم أول إنجازاته اللي كان عبارة عن بيت ريفي في مساكن فريدريك رابي، وبعدها صمم مباني كتيرة زي مثلا أول مباني إدارية تستخدم الأبواب والتكييف المركزي. ورغم إن كان في خلافات كبيرة بينه وبين المصممين الكلاسيكيين، ولأنه كان صاحب نظرية العمارة العضوية، صمم بيت الشلال قبل ما يتوفى بسنة. احتاج 4 سنين عشان يتبني، وكان عنده تصميمات تانية كتيرة مميزة زي مثلا متحف جوجنهايم ومبنى شركة جونسون للشمع، واللي كان مشترك بينهم انه دايما بيستوحي النظام الانشائي ليهم من الطبيعة. يا ترى عرفت مين المعماري اللي بنتكلم عنه ولا لسه؟